كان في واحد صاحبي عنده عصفور جميل جدا. كل يوم يفتح القفص يطيره وبيرجع له تاني، وكان مبسوط بيه وبيلعب بيه. لكن في يوم خاف العصفور ما يرجعلوش، فبدل ما يسيبه يطير فكر انه يربطه في رجله بخيط رفيع، وقال لنفسه كده انا ضمنت انه مش هيهرب مني. العصفور فعلا فضل موجود، بس بطل يطير زي الاول، وبعد شويه بطل يغني وبقى ضعيف. صاحبي استغرب وقال هو انا مش كنت بعمل كل ده علشان احافظ عليه؟ بس الحقيقه هو ما حافظش عليه، هو خنق الحاجه اللي كان بيحبها. ده بالظبط اللي ممكن يحصل في اي علاقه. الحب بيقول انا عايزك تفضل بس وانت حر. التعلق بقى يقول لازم تفضل عشان انا مش هقدر اتبسط من غيرك. من هنا بتبدا الغيره، يبدا القلق والمراقبه والخوف من الفقد. المفارقه انك ممكن تعمل كل ده بحجه انك انت بتحب، لكن في حاجه اعمق لازم نفهمها. كل حاجه بنتعلق بيها في الدنيا مؤقته. الاشخاص بيتغيروا، الظروف بتتغير، الاشياء بتتغير، انت كمان بتتغير، وفي النهايه كل شيء قابل للفقد. لما نربط املنا وسعادتنا بحاجه مصيرها التغيير والزوال، احنا هنحط نفسنا تحت رحمه شيء مش في ايدينا. الوعي مش انك ما تحبش، الوعي انك تحب وتستمتع وترعى من غير ما تتحول مشاعرك لمحاوله امتلاك شيء مش مضمون انه يفضل. ساعتها سلوكك تجاه الحياه نفسه بيتغير. بدل ما تعيش طول الوقت خايف تخسر، تبدأ تعيش ممتن لوجود كل اللي عندك من غير ما تنسى إنه مجرد حق انتفاع مش ملكية مطلقة. ولأننا بنؤمن إن كل من عليها فان، فالحكمة إنك ما تتعلقش بشيء متغير ومصيره المؤكد هو الفناء. سلام.